الوصفه اللي غادي نقدم لكم اليوم غتفيدكم بزاف في رمضان ان شاء الله. ولكن من قبل بالنسبه للاخوات اللي كيطلع عليهم الفيديو قصير، ما عليكم الا تضغطوا على علامه بلاي اللي غادي تلقاوها تحت الصوره ديالي، وراه غادي يطلع لكم الفيديو بالتفصيل. ونبداو على بركه الله. هنا البنات انا خديت فلفله حمراء وخضراء وصفراء قطعتهم، كنوضعهم في الهاشواغ، كنضيف لهم البصله. وبما ان عندي هاد الهاشواغ البنات اللي فيها جوج ديال الكيسان، بالنسبه لهاد الهاشواغ هادي توصلت بها من لاباج كويزين مول، غنطاقي لكم لاباج ديالهم اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف. فانا غادي نستعمل الكيسان بجوج باش هكا نوفر عليا الوقت والمجهود. فانا وضعت الخضار في كاس، ووضعت الدجاج مع قزبر ومعدنوس وواحد الفص ديال الثومه في الكاس الثاني، وغادي نطحنهم في مره هكا تنقتصدوا علينا الوقت والمجهود، كنوجدوا داكشي في مره. وغادي نطحنهم فقط 3-4 المرات، راه كطحن دغيا، فعندها المواس ديالها ماضيين. وفي نفس الوقت كنطحنوا الخضار ديالنا، ما نطحنوهاش بزاف الخضار، كنطحنوها في وقت اللي اقل من اللحم او الدجاج. من بعد كناخذ مقلاة فوق النار، كنوضع فيها الخضره، كنضيف ليها الكفته ديال الدجاج، ثم كنضيف التوابل. هنا كنضيف كميه من الملحه، معلقه صغيره ديال التحميره، الفلفل الاسود او الابزار، شويه الكمون واحد نص معلقه صغيره، وزيت الزيتون. وممكن تضيفوا الحار الا بغيتوا الهريسه اولا السودانيه. هنا ضفت واحد نص معلقه ديال السكينجبير، وكنخلي الكل كيتشحر فوق النار اللي كتكون عاليه او طالعه. في الاخير كنطحن في الهاشواغ الشامبينيون وكنضيفوه حتى الاخر. ثم كناخذ الفيرميسيل اللي وضعتها في الماء مغلي مع شويه الملحه وصفيتها، وكنوضعها في الهاشوار، كنضيف ليها واحد العلبه ديال الطون وكنطحنها شويه. ثم كنضيفها الحشوه اللي طابت من قبل، وكنخلي الحشوه ديالي حتى كتبرد وكنستعملوها. انا اليوم غادي نستعملها في بريوات، فكنعمر بها البريوات على الشكل اللي غتشوفوه معايا. وما تنساوش البنات تخبروني من اي بلد كتابعوني، كنكون سعيده جدا بتعليقاتكم. كنشكركم على الدعم ديالكم والوفاء ديالكم للقناه ديالي، وعلى تعليقاتكم الغزاله بحالكم. وكما كتشوفوا راه كندير انا بريوات كبار، وحده احسن من جوج. بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كامله، كنوضعها في واحد اللاطه وكندخلها على فران اللي سخون شويه ماشي بزاف، على درجه حراره ما بين 150 160، وكنخليهم حتى كيتقرمشوا مزيان وكيتذهب لهم اللون ديالهم، وتنخرجوهم وتنقدمهم بالصحه والراحه. انا هنا دهنتهم بالزيت اللي منسماه بالفلفله السودانيه مع الفلفله التحميره وشويه ديال ورق موسى. وهذا هو الشكل ديال البريوات ديالي بعد ما خرجتهم من الفرن. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش خليو لي لايك، ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء.